بسم الله الرحمن الرحيم. السادة المتابعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرؤى من الله تعالى إما تبشير وإما تحذير، فرؤيا تحذرنا من شيء ورؤيا تبشرنا بشيء. والرؤى التي سأذكرها لكم اليوم بأمر الله كلها تباشير. جمعت لكم 9 أحلام أو 9 رؤى، إن رأيت ولو واحدة منها في منامك أقول لك أبشر بخير، لأنك ستسمع خبرا سعيدا عما قريب. كونوا معنا وتابعونا حتى تعرفوا التفاصيل. أيها الأحباب، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. قبل أن أبدأ معكم في سرد تلك الأحلام أو هذه الرؤى، أود أن أنبه على حضراتكم أن مجموع هذه الرؤى لا يختلف فيها رجل عن امرأة، صغير عن كبير، متزوج عن أعزب عن مطلق، الجميع فيها على حد سواء إلا في رؤيا واحدة وسأذكرها أثناء الشرح بأمر الله جل وعلا. ولكن ربما أحدكم يسأل ويقول: يا مولانا، هل هذا العدد قطعي؟ يعني ليش 9 لا فوقها ولا تحتها؟ ليش مثلا ما يكونوا 10 أو 11 أو 8 أو 7؟ 9 بالذات، هذا التحديد من أين جاء؟ حبيبي في الله، العدد ليس قطعيا، ولكن ذلك مبلغي من العلم